طيب انا ممكن اجيب موديل قديم عادي على فكره، بس ايه بقى؟ بشرط، هل انا سعر المنتج بتاعي ده على عدد المرات اللي انا هستخدمه؟ يعني فور اكزامبل هي نفس الشنطه، بس الشنطه دي جديده لسه نازله فيرجن جديد، وهي نفس الشنطه يعني موديلها قديم سنه، مش فارقه كتير خالص، مش فارقه كتير، وعليها 50%. تمام. هل انا الشنطه دي دلوقتي لو انا سعرها مثلا 100 جنيه، خلاص انا هستخدمها في الخروجه 10 مرات، فانا هعمل 100 ديفايدد ال 10 فهيديني 10. ماشي. طيب لو انا هي نفس ال100 دي، خلاص انا هستخدمها 50 مره، ف 100 ديفايدد ال 50 ادتني 2. لو الرقم قليل قليل يبقى انت تشتري وانت واثقه انك استثمرتي صح في فلوسك، لان انا هستهلكها خلاص. لكن لو الرقم ده عالي يبقى انا دفعت فلوس كتير على الفاضي، ما انا مش هستهلكها كتير. فهمنا؟ فدول الثلاث حاجات اللي مهمين لما تيجي تشتري. الماث مش في المدرسه بس، الماث بيخليكي سوبر باور في الشوبينج. سمارت باير، مش ضحية عروض وخلاص. افهمي ان هو كل البلاك فرايداي والكلام ده كله نسب وحاجات ما بتبقاش صح، فما تقعيش في البرايس تراب تاني. ركزتي معايا اشتري ازاي؟ نقولهم تاني الثلاث حاجات. اولا ايه؟ لازم ابص على السعر الحقيقي قبل وبعد. تاني حاجة اعمل مقارنة ما بين الدولار والمصري والدرهم وكل الكلام ده، عشان اقدر اعرف انا هشتري من انه بلد وهوفر قد ايه. تالت حاجة واللي احنا قلناها، ان لازم ابص على الماركة والحاجة. لو حاجة قديمة وانا ممكن استخدمها اكتر وما فرقتش كتير، ما انا اجيبها، ما انا اجيبها. تمام. وانتظروني في حلقة جديدة وهنتكلم فيها على ايه علاقة الماس برضو بحاجات كتيرة في حياتنا. Thank you.